بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة على أشرف الخلق والمرسلين. حبيباتي اليوم عاودت وليت لكم بوصفة بيتزا كوفير بزاف بنينة بدون عجينة مورقة ولا نشا. يعني الطريقة ديالها راح تكون إن شاء الله بإذن الله بزاف سهلة. تبعوا معايا غير الوصفة. الحاجة الأولانية ندير كاس حليب يكون دافي، نص كاس زيت مع حبة تاع بيض. نروح نخلطهم مليح بالفوي حتى نتحصل على هذاك الخليط يكون أبيض، ولا حبيتو تسهلوا المهمة ديروا كيما أنا بالبغا. التما كي بعد ما خلطت الخليط تاعي مليح، زدت مغرف صغيره تاع ملح، كاس تاع فرينه ومغرف صغيره تاع خميره كيميائيه. حركت مليح بالفوي ورحت زدت الكاس الثاني كيما راكم تشوفوا، ونزيد نحرك مليح بالفوي ونروح نزيد الكاس الثالث. في هذه المرحلة راح نستخدم أصابع اليد كما راكم تشوفوا، نروح نطم العجين ديالي غير بالعقل حتى نتحصل على عجينة طرية وشادة روحها. هنايا بعد ما كنت نطم في العجينة تاعي زدت لها نص كاس، تما اون غلوبالمون دات لي 3 كيسان ونص تاع الفرينة. ويعني كيما نقول لكم في كل مرة كل واحد والفرينة تاعو، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. انا دات لي 3 كيسان ونص. رحت دلكتها مليح 5 دقائق وخليتها ريحت ربع ساعة في الفريجيدار من التحت برك. بعد ما ريحت لي ربع ساعة في الفريجيدار عاودت جبدتها قسمتها على 4، يعني شكلتها 4 كرات كيما راكم تشوفوا. بديت نخدم بهم بأصابع اليد كيما راكم تشوفوا وحطيتهم اكوتي، يعني شكلت لي 4 كرات. كل كورتين راح يديروا لي طبقة تاع البيتزا. دوك تبعوا معايا الوصفة راح تفهموا كيفاش. نحكم ال2 كرات الاولين، نروح نفتح بشويه، نعاود نروح بشويه فرينه، نحكم الكره الاولانيه نفتحها بالحلال بالعقل كيما راكم تشوفوا. يعني العجينه راح تجيكم سهله في الخدمه ديالها، ما رايش حتعييكم بزاف، ما رايش حتلصق لكم بزاف، راح تستخدموا غير شويه فرينه. يعني صراحه اول مره نديرها عندي في الدار وعجبتني، وقلت وعلاش لا ما نشاركهاش معكم. اما نديرها من قبل بصح درتها بالعجينه المورقه، لكن هذه تاني تسلك اذا ما كانش عندك عجينه مورقه ولا ما كانش عندك زبده التوريق وحبيتي ديريها وما تشدش تاني الوقت بزاف. بعد ما فتحت الكره الاولى كيما راكم تشوفوا زدت فتحت الكره الثانيه ورحت دوت شويه مارغرين اللي تكون عندك في الدار ديريها. حكمت العجينه الاولى اللي فتحتها رحت درت لها مليح كيما راكم تشوفوا المارغرين الطيبه. مشوها مليح وما تكونش سخونه بزاف، المارغرينه تكون دافيه. زيدوا حطوا فوقها العجينه الثانيه اللي فتحتوها. على بها قلت لكم 2 كرات راح يديروا لكم طبقه واحده تاع بيتزا. كيما راكم تشوفوا بعد ما درت تانيك الطبقه الثانيه زدت دهنتها من الفوق بالمارغرين. ونأكد ونعاود نقول لكم المارغرين ديروها دافيه، بالك وديروها سخونه باسكو راح تفسد لكم العجينه تاعكم. هي تبان لكم تاخذ لكم بزاف الوقت، بصح هي صدقوني غير تمتم توجدوها، سورتو وحده اللي تكون يدها رابيد. اذا كيما راكم تشوفوا زدت قلبتها على الجهه ودهنتها بالمارغرين، وزدت قلبت الجهه الثانيه ودهنتها بالمارغرين. زيد تانيك من الفوق كل مره نقلب، كل مره نزيد ندير المارغرين. شوفوا مليح الطريقه اللي استعملتها. اخيرا نزيد نطويها بهذا الشكل. سويتها مليح على كل الجوانب ودرتها في بابي فيلم هنايا وخليتها ترتاح في الفريجيدار، يعني على الاقل 30 دقيقه. يعني مام الكورتين الاخرين نديرهم بنفس الطريقه وخلوا الكل يرتاح في الفريجيدار لمده 30 دقيقه. التكتوكه ديالي رحت درت شويه زبده وشويه زيت، ورحت قليت 2 حبات هكذاك كبار تاع بصل بعد ما قطعتهم مكعبات ودرت لهم شويه ملح وخليتهم يتقلاو مليح. وبعد ما تقلى لي البصل ديالي مليح رحت زدت واحد الحبه كبيره تاع طوماطيش بعد ما نحيت لها القشره والزريعه وخليتها تتقلى مليح مع البصله تاعي. في هذه المرحله رحت زدت مورف كبيره تاع طماطم مصبره وخليت الكل يتقلى مع بعضاه، وزدت درت شويه فلفل كحل وشويه ملح وخليتها تتقلى مليح. يعني تكتوكه بصل وطماطيش عاديه، وتقدروا يعني ديروا التكتوكه ماشي شرط ديروها بهذه الطريقه تاعي، تقدروا ديروها يعني بطريقتكم الخاصه. بعد ما تقلت مليح رحت زدت لها واحد الفنجان صغير تاع ماء يكون سخون وخليتها تكتك وخليتها طيب ابتي فو حتى تعسل لنا التكتوكه تاعنا. يعني انا بعد مرور حوالي ساعه والعجينه تاعي كانت ترتاح في الفريجيدار باش ما تخرجلناش منها الزبده، ورحت تعاونت روحي بالفرينه فتحت الطبقه الاولانيه راكم تشوفوا مليح. السمك ديالها يديروا حوالي 1 سنتيمتر، فتحوها على شكل السنيوه تاعكم. يعني اذا كانت السنيوه تاعكم دائريه ديروها دائريه، واذا كانت مستطيله ديروها مستطيله. ديروا ورق الطبخ من تحت ولا رشوها بالفرينه. ديروا التكتوكه تاعكم. هنا درت المرقاس تاعي انايا طيبته نص طياب.
زدت درت الفرomاج تاعي، يعني هنايا الإضافات نتوما تحكموا فيها، تحبوا تزيدوا ديروا زيتون خضر مقطع صغير، واش تحبوا ديروا هنايا. وزيدوا روحوا فتحوا العجينة تاعكم الثانية وغلقوا من فوقها. روحوا جوزوا لها بالفرشيطة كامل على الجوانب باش ما تفتح لكمش. قطعوها بالموس الشكل اللي حبيتو، دهنوها بصفار بيضة وشوية زيت، وديروا لها الزيتون من فوقها وراح تجيكم بزاف هايلة. دخلوها طيبوها مثل البيتزا العادية، راح تطيب لكم دوغي من تحتها، وزيدوا حمروها شوية من الفوق، راح تجيكم بزاف بنينة. انا صراحة عجبتني بزاف، نتمنى تجربوها وتعطوني رايكم فيها. ما تنساوش تخلوا لي جيم كومنتير وتفعلوا الجرس لوصفات أخرى. إلى الملتقى إن شاء الله.